متفاجئة. شايف؟ بص يعني، بص الحاجات اللي حلوة، بص الطبق متغرق ازاي. كل جميل القلب يعشق كل. انا بقى النهارده مش هقول لكم انا فين. ليه بقى؟ عشان المكان اللي انا فيه ده من سنة 1955، يعني علامة من علامات اسكندرية. الراجل ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل رز بلبن، بيعمل مهلبية، بيعمل كسكسي، بيعمل اختراعات كتير، بيعمل بليلة. عنده جميع انواع الحاجات الحلوة دي عنده. طيب، اشهر حاجة عنده هي الجيلاتي، يعني هو معروف بالجيلاتي. يبقى احنا فين؟ يلا بينا بقى نبدأ الفيديو اللي أنا متحمسة ليه جدا. هنبتدي مع بعض وإن شاء الله كلنا نتبسط. نبتدي أول حاجة طبعا بالبليلة عشان ما تبردش، وبما إن النهاردة أنا في أجواء شتوية والجو ساقع قوي وأنا متلجة، فنبتدي بالبليلة بالمكسرات والقشطة وجوز الهند. متفاجئة. شايف؟ بص يعني، بص الحاجات اللي حلوة، بص الطبق متغرق إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين انتوا الشيف الشربيني لما بيقولوا يا تكاته يا حركاته؟ انا حسيت الاحساس ده مع البليله. جامده قوي. الاجواء الشتويه في الطبق ده فعليا انا حاسه ان انا كده اتدفيت. جامده جدا بصراحه. ممكن ندخل على الكسكسي عشان ما يبردش برضو. طبعا ده الكسكسي الكلاسيك العادي. بالمناسبه مش دي بس الحاجات اللي عندهم، هم عندهم حاجات كتيره جدا، ما شاء الله عليهم يعني. اللبن بيجيبوا خارجي وانت بتحط بنفسك. ايه يا عم ده، فظيع. ندخل على ام علي بالمكسرات. شايفين المكسرات حجمها قد ايه؟ بجد كميه كبيره جدا. وعلى فكره ده اللي بينزل لكل الناس، مش عشان تصوير خالص. طبعا كل الناس اللي جت جربت فهمي عموما هم عارفين كويس قوي انا بتكلم على ايه. نشوف ام علي بقى بتقول ايه. وهميه. الملفيه كتير جدا، مكسرات كتيره جدا. لا فظيعه. طبق مظبوط بالظبط، مفيش فيه اي حاجه ناقصه. التيست بتاعه عالي جدا جدا جدا. وطبعا عشاق ام علي هيتبسطوا جدا. خطير. ندخل على رز بلبن بالشوكولاته والمكسرات. برضه حجم المكسرات كتيره جدا ما شاء الله. وانا بقى اول مره ادوق الرز بلبن بالشوكولاته دي. بص بقى الجمدان، يا نهاري يا نهاري، بص الشوكولاته، بص 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 بص، شكله مغري. استنى والنبي اخد واحده كمان. الشوكولاته قويه جدا جدا جدا. رز بلبن طعمه جامد قوي مع الشوكولاته مع المكسرات. فبصراحه طبق لذيذ جدا 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 ومش مسكر، ودي اهم نقطه فعلا. فهمي عالمي بصراحه، بخلي الناس اللي عنده مطلعين كل حاجه بيرفكت. اول ما جيت عند فهمي بصيت على كل الترابيزات كده بشويه خبز كده، اللي هو اشوف ايه اكتر حاجه الناس شداها. فانا اخترت دول لان لقيت ان ناس كتير قوي منزلاهم. فبامانه ربنا انا مفيش حاجه ما عجبتنيش الا الحلويات اللي عند فهمي. مميزه جدا جدا جدا. وبتفكروش بقى ان الحاجات دي ستاندر عند فهمي، لا لا خالص. انت ممكن تيجي تفتكس اي حاجه انت عايزها في المكان ده. استنوا معايا. دخلنا بقى على التقيل. ايه الجمال والحلاوه دي، بجد شكلهم كيوت قوي، يعني شكلهم كده يتاكل اكل. طبعا الايس كريم ده اكيد بيفكركم بزمان، ايام المدرسه والبحر والراجل اللي بيعدي. انا حقيقي اول ما شفت الايس كريم افتكرت كل ده. ميكس فواكه جامد. بصوا عدة الارنب ارنب. بصوا شكل الورده. ده بقى الليمون. ليمون حقيقي ابداع. المانجا بقى، يا نهار ابيض. ماسك منجايه مسقعها في الفريزر وبتاكلها. يعني انا مبسوطه جدا ان انا وانا بصور حاليا هي بتنقط بلو بيري. جامد جامد. الحاجه طعمها ناتشرال جدا، طبيعي جدا جدا، فاكهه ساقعه. الايس كريم وهم. تجربتي النهارده في جيلاتي فهمي تجربه غير عاديه، تجربه مميزه جدا. انا مبسوطه قوي قوي. خلينا نروح بقى للحاج فهمي بنفسنا ويقول لنا فين العنوان. يلا بينا.
معانا بقى دلوقتي الحاج محمد فهمي، والده هو مؤسس المكان الجميل ده. الحاج محمد هو اللي كمل. بجد انا بشكر حضرتك جدا 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 على الجمال والحلاوه اللي انا اكلتها النهارده. الحمد لله. اولا الشكر لله والفضل لله. اذا كان في فضل بعد الله سبحانه وتعالى جل شانه يرجع لوالدي الله يرحمه. اللي هو اسس المكان ده، واللي هو علمنا الصنعه وعلم اجيال بالتالي، واجيال بتتوارث الصنعه. العنوان كتابه الاول نقوله كده: 10 شارع سرواح تمام. والشيخ سليمان، حلو. متفرع من شارع السيد محمد كريم، بجوار محلات كمال سعد المنشيه. من اي مربع في المنشيه بس يقول جيلاتي فاهم. شرف لينا ان احنا نقابلكم، شرف لينا ان احنا نستقبلكم، شرف لينا ان احنا نستقبل عملائنا واهل اسكندريه وضيوف اسكندريه. مبسوطة جدا. ده شرف ليا والله. هتيجوا هنا هتتبسطوا جدا. نهايه تجربتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتتابعوا معايا كل جديد، وتيجوا تجربوا وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم. اشوفكم على خير. باي باي.